شنو هو العنف؟ العنف نظري يعني كيتجلى في عنف ضد المرأة أو العنف المرأة ضد الرجل نفسه، العنف ضد الأطفال، العنف الأطفال ضد الوالدين ديالهم، العنف ضد المجتمع نفسه، العنف ضد الدولة، العنف ضد الإنسان نفسه. يعني كتعنف راسك بواحد الشكل اللي هو كيقرب أنك اوتو ديستريكسيون، يعني كتدمر نفسك بهذا. هذا راه نوع من العنف. العنف هو تعبير عن الغضب ولا شي حاجة جسديا ولا تقدر غير بالغواش ولا هذا. والعنف ظاهرة اجتماعية خطيرة. اللهم السلام، السلم 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 ثم السلم. وهي دابا المرأة زادت ودايرة ليا دعوة ديال التطليق. العنف تضربني، تتشرب، تتحسس، تدير جميع انواع المخدرات، وحنا تنتخدروا ماشي ما تنتخدروش ولكن تنتخدروا بالقانون، حيت لما تخدرتيش في هذه البلاد غتحماق ولا غترتكب شي جريمة. وحنا صابرين في ما ارتكب شي جريمة عاوتاني تنقول على هذاك الوليد خصو ملي يكبر ان شاء الله ما يلقاش باه في الحبس، باه هو اللي يكون حضاري يخدم العقل ديالو، نضرب غير بلساني. Il s'agit généralement de deux types. On distingue la violence physique et la violence morale. La violence physique, elle peut être due à certains problèmes sociaux, du mépris peut-être, ou bien de la violence de la part de l'autorité. La violence morale, elle est appliquée presque chaque jour. Et je citerai les systèmes éducatifs, la télévision, la propagande d'internet. العنف هو واحد الفعل الشيطان، يقدر يكون ناتج على بزاف ديال الحوايج، بروفوكاسيون، ويقدر يكون فعل ارادي. العنف انا اللي ما عنديش ما هو اللي كيكون كيؤدي للقتل ولا الجرح ولا الضرب. وحتى بعض المرات العنف اللي كتحس به غير في الهضره كيخلق واحد لينيرجي نيجاتيف. الشكل ديال الضعف ديال واحد الانسان تيخاف هو اصلا من يتمارس عليه العنف وتتولي اون رياكسيون سكسيسيف. الواحد خصو يكون باسيفيك، تيامن ان لوتر اي ليبر. سي اون كيسيون دو ريسبي ديدوكاسيون. ممكن يكون العنف مشروع في بعض قضية العنف يتشرع. شكون اللي يشرع العنف؟ ما نعتقدش ان كاين شي منطق اللي غيمكن يشرع العنف. ليس هناك ما يبرر العنف وليس هناك ما يشرعه، ولا لا قوانين وضعيه ولا القانون السماوي. العنف يرافق الانسان عبر كاع المراحل التاريخ ديال البشريه. البدايه تاع اي ديانه مثلا باش تفرض راسها كتلجا للعنف، واي سلطه كيخصها العنف. الميكيافيليين مثلا انطلاقا من القول نتاعو الغايه تبرر الوسيله، يعني راه العنف مبرر باش انك تفرض راسك وباش انك تفرض واحد السلطه خاصك عنف ضروري. نورمالمون مزيان تعبر بعض المرات على الغضب ديالك، ولكن ما خاصكش عاوتاني تاكزاجيري. راه كلنا تنفعل، كاين شي واحد ما تينفعلش. الا عطاك شي واحد الكلمه جرحك بها راه غادي يكون عندك واحد الرد فعل سريع، تقدر كاع ترتكب شي جريمه. وكاين شي من وراء الجريمه شنو غادي يطرى لك؟ راه تيقول لك سخوني الراس تترجع بالبروده. اللهم ملي يسخن لي راسي نخلي راسي ديما بارد ودمي يكون اونغلي. الانسان ما خصوش يلجا للعنف، كاين دوطخ فاسون دو سيكسبريمي. العنف خليه للحيوانات. كنؤمن باللي حتى في الاسلام ديالنا كيحث على العنف. انا ماشي مع العنف، واخا يكون بحال دابا الا كان شي واحد فهمتي ياخذ شي ديانه من غير الديانه اللي عنده في المجتمع. كنعتبروا انا عنف مفروض، ما تقدرش دير شي حاجه باش توقفوا الا تهضر، لان ملي الدوله كتقول شي حاجه دونك خصها تكون سواء كانت بالعنف ولا ماشي بالعنف، حتى واحد ما يقدر يوقفها. La violence est autorisée quand il y a un dépassement des limites, peut-être quand il y a un chaos, parce que c'est un besoin. Mais dans un cas contraire, quand il y a juste des gens qui s'expriment pacifiquement, je ne vois pas l'utilité de cette violence. Ça ne peut mener qu'à des choses terribles peut-être à l'avenir. La communication est le meilleur moyen pour éviter ces genres de délits.